السلام عليكم في حلقة جديدة من حلقات ريفيولوجي بودكاست. حلقة النهاردة أو حلقة النهاردة بقالها سنتين بتترتب. فعليا لو حد رجع لريفيو الاس 21 اللي هو بقاله تقريبا داخل في سنتين دلوقتي، فعليا هيلاقينا ان احنا كنا بنتكلم ان احنا هنعمل حلقة ساعات، وبعد سنتين الا كام شهر كده اهو اي حلقة ساعات بتتعمل. والحقيقه ان ده حاجه حلوه اللي احنا طولنا المده دي كلها، انه اولا انا نظرتي عن ساعات اتغيرت، لان استخدمت الساعه اكتر وبقيت بستخدمها في حاجات معينه، ففهمت هي الساعه دي المفروض تديني ايه او استفيد منها بايه. واظن انت برضو محمود استخدم ساعات اكتر وبقى ليه تجارب اكتر. مبدئيا ده محمود المصلحي الراجل البودكاست ده بيته. كان معانا انت كنت معانا في البودكاست بتاع الاس 21 انت وكيرو، وبعد كده البودكاست ريفيو بتاع التاب اس 7 اف اي. بس كده صح؟ كان في بقى حاجة تانية؟ اه دول كان في حاجة؟ حلقتين. اه ده اتنين. اعتقد طلعت لايف معاك مرة قبل كده، بس كان كانت في مرة واحدة. لايفات وممكن اتمسحت، وكان في طبعا على كلاب هاوس برضه انتوا طلعتوا بس من كلاب غيري هاوس بقى. كانت كتيرة. من غيري بقى. طلعت كنت مرة أو مرتين، ما علينا يعني. انت تقريبا انا في مره كان بعد ايفنت شفتكم قعدتوا بتاع 6 ساعات في الروم حاجه كده. مش عارف كان في ايه يعني. مش فاكر كان اس 22 باين حاجه كده، بس كان رقم انا سبتكم الساعه 8 رجعت الساعه 12 لقيت الروم لسه شغاله. رسالة إلى مديري، أنا ما قعدتش الست ساعات كاملين، قعدت أشتغل والله. لا لا انت ما كنتش يعني كانوا بيبدلوا، يعني الناس كانت بتروح تيجي. طيب نبدا. قبل ما ابدا برضه عشان بنسى اقول كل مره في اي بودكاست ان البودكاست ده انتوا بتشوفوه على يوتيوب. الناس اللي على يوتيوب ومش عاوزه تشوف الفيديو الساعتين او الساعه ونص اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده، فممكن يروحوا على اي منصه بودكاست، اي حاجه فيها كاست كده خالص، هتسيرش على ريفيولوجي بودكاست هتلاقي البودكاست ده موجود. تأكيد هتلاقيه على ابل، جوجل، سبوتيفاي، واي بقى حاجه تانية. بس يلا بينا نبدا في الساعات. اول نقطه معاك ايه؟ ممكن نتكلم عن تعريف السمارت ويرابلز بشكل عام. ايه هي الأجهزة القابلة للارتداء أو الأجهزة الذكية القابلة للارتداء؟ فاحنا ممكن نقسمهم لفور كاتيجوريز أو 4 أنواع مختلفة: السمارت واتشز، السمارت باندز، الفيتنس واتشز، والفيتنس باندز. فرق بين كلمة سمارت وفيتنس هي الفكرة في نوعية الرياضة اللي انت بتمارسها، هل هي لايف ستايل ولا هل هي فول تايم جوب. لو هي لايف ستايل، اسلوب حياة، اللي هو انا بروح الجيم، بعمل فورمة، مش عارف ايه، بعمل فورمة عشان اكس بنات الجو ده، فدي مم. دي السمارت لايف. ده اللي انت واخدها سمارت. مش يعني لو بتعاكس فهي مش سمارت، هي قلة ادب، بس ما علينا. ماشي. الفتنس، فكرة الفتنس فهي انت بتتكلم عن واحد برو في الرياضة، يعني شغلته ان هو بيقبض مقابل الرياضه، زي واحد زي لعيبه الكوره، محمد صلاح مثلا. هو بيشتغل لاعب كوره، لازم صحته تكون اساسيه، لازم تكون صحته هي الاولويه بتاعته، لان من غير صحته هو مش هيعمل اي حاجه في الملعب. ده الفرق في فكره الفتنس والسمارت. الاستخدامات متشابهه بشكل كبير جدا. انت عندك هيلث سنسورز بيقيسوا بعض الاشارات الحيويه الخاصه بيك، يعني عندك الجوريزمز بتترجم الاشارات ديت وبتترجم الداتا ديت. عندك فيتشرز تقول لك ده انت نمت قليل ولا لا، انت وزنك محتاج تخس ولا لا، اكلت قليل ولا اكلت كتير، يديك نظام غذائي، يديك شويه تمارين، مش عارف ايه. كده كده ده متشابه الاثنين. وبرضه شويه سمارت فيتشرز، ان هو يجيب لك نوتيفيكيشنز، يجيب لك آه، تقدر ترد على نوتيفيكيشنز، ترد على مكالمات، يبقى عندك سمارت اسيستنت على الساعه، على ايدك. البيمنتس من خلال NFC، الهاوس كنترول. تقريبا almost smartphone features on your list، يعني تقريبا كل مميزات الهاتف الذكي بس على معصمك، على ايدك. مم. فالتعريف بشكل عام هي موبايلات على الايدين. ببساطه الفتنس باندز والفتنس بتبقى مركزه اكتر على الفتنس او الرياضه بس، بينما السمارت هي فيها مميزات الفتنس مش مركزه عليها قوي، لكن كمان بتديك بقى ايه، اكنك معاك موبايل صغير في الساعه بتاعتك. وكل طبعا ما بتعلى بالسعر كل ما بيبقى بتاخد امكانيات اكتر من الفيتشرز الموبايل. يعني وانت في الفئه القليله مثلا ما بيبقاش في مايك، ما بيبقاش في سماعه، بتعلى شويه بتلاقي مايك وسماعه، تقدر تعمل حتى مكالمات. تعلى شويه تلاقي واي فاي وبلوتوث وجي بي اس، تقدر ان انت حتى تتصل بالواي فاي من غير ما تتصل بالموبايل. وتقدر ان انت
تلاقي كذا، يعني مثلا توصل السماعه بتاعتك بالساعه على طول من غير ما تكون متوصل بالموبايل، تحط مثلا صوتيات على الساعه على طول من غير ما تكون متوصل بالموبايل، تحط صور حتى على الساعه على طول من غير ما تكون متوصل بالموبايل. فده بيبقى الفرق ما بين الفئات اللي انت تطلعها، وكمان الفرق ما بين الفتنس والسمارت العاديه. ده ملخص الحوار اللي انت قلته، صح كده؟ بالظبط. جميل. بعد كده بعد كده احنا ممكن نفرق ما بين الباند والسمارت واتش والريل سمارت واتش as we have some fake smart watches in the market. الباند هي حاجة سوفت وير ثابت، هي مش ساعة، هي أقل من الساعة، تديك شوية basic features زي إن هو مثلا يقول لك عندك notifications من إيه، quick answers في حالة سامسونج، music control، camera control، حاجة زي إن هو يديك شوية يديك الانديكيتور الصحية كلها من غير أي فروقات. وممكن على حسب البراند يبقى فيه شوية فيتشرز زي إن هو يقول لك الويذر إيه وبس. تقريبا ده كل الباند. لكن السمارت واتش أو بقى الفيك سمارت واتش هي باند لكن في شكل ساعة، بالظبط. وهي ممكن تعتبرها أي ساعة ذكية ملهاش ثيرد بارتي أبس، ليها سوفت وير ثابت جدا. كل الكستمايزيشن اللي تقدر تعمله ان هو تعدل الواتش فيسز وتعدل الويدجتس بتاعت الهوم سكرين وبس. ودي امثلتها كتير فشخ، يعني هنقول اسامي غريبه جدا على الناس، بس حاجه زي الاونر ماجيك واتش 2، حاجه زي ساعات كتير من هواوي، في ساعتين من هي اظن اغلب ساعات هواوي ملهاش سوفت وير حقيقي، صح ولا؟ تقريبا الواتش 3 ممكن تعتبرها اول ساعه. انا مش متاكد قوي من المعلومه ديت، بس اغلب ساعات هواوي السوفت وير ثابت. مش عارف في ويل او اس منهم ولا لا، بس مفيش على موقع جوجل، مفيش على موقع ويل او اس اي ساعه من هواوي شغاله بيه. في بعض الساعات فيها شغاله بهارموني او اس، يعني الاونر جي تي 2 برو بتدعم ثيرد بارتي ابس على فكره، بس محتاج الاب نفسه يكون على الموبايل، يعني حاجه زي بيتال مابس محتاجه يكون على الموبايل عشان تقدر تستعمله على الساعه. برضو عشان الناس تكون فاهمه ايه الفكره. الساعات كان في 3 انظمه، يعني هم دلوقتي بقوا نظامين اكتر، بس كان في 3 انظمه للساعات. كان في طبعا الايفون او الابل عندها الابل الواتش او او اس واتش او الواتش او اس، ده بتاع ابل. وفي بتاع سامسونج كان التايزن، اظن صح، كان بيستخدموا تايزن اس على الساعات بتاعتهم. طبعا عاملين نسخه منها زي الساعه دي كده، دي التايزن. وبعد كده مؤخرا بقى، او يعني كان في نظام ثالث اللي هو الوير او اس بتاع جوجل اللي هو اندرويد يعني. بس مؤخرا سامسونج وجوجل اجتمعوا وخلاص، ادوا شلوت للتايزن وهم تاني هيبقوا شغالين على الوير او اس. ساعات سامسونج الجديده كمان بقت على الوير او اس. الفكره من اول انه الساعه، بالظبط، الساعه بيبقى ليها هي كمان ستور في تطبيقات زيها زي الموبايل، مش مجرد كام ويدجت الشركه هي اللي عاملاها زي في حاله البندات او الساعات اللي عامله نفسها ساعات وهي بندات اصلا. مش حاجات ثابته، لا، انت عندك تطبيقات، اي مطور ممكن يحط التطبيق بتاعه وبالتالي يستفيد من، انت تستفيد من التطبيق ده على الساعه. فتطبيق دلوقتي حاليا احنا عايشين يعني دلوقتي اي ساعه فيها وير او اس او طبعا ساعه ابل هيكون دي ساعات ذكيه حقيقيه، والباقي اغلبه مش هيكون حقيقي يعني. برضه موضوع هواوي او اونر، انا ما جربتش اخر حاجه كنت جربتها، فاكر كان ايه؟ كان اونر جي تي برو، باين جي تي برو او وانا جي تي شفت الجي برو. تي 2 برو مع واحد زميلي في الشغل، هي ليها ثيرد بارتي ابس مش كتير، مم. بس ميه مش زي حاجه زي ويل او اس مثلا. ويل او اس حاجه تانية بس خالص. بالمناسبه هي اصلا دي بتبقى ميزه برضه، يعني فيها ميزه ان العمر البطاريه بيبقى طويل جدا في اللي هي الانظمه اللي آه، مش انظمه. ده طبيعي لان آه، انت الويل او اس بيحتاج هاردوير عالي جدا وانت عندك مساحه صغيره للبطاريه. مم. يعني انت ساعات اونر اللي انا كنت جربتها وهواوي والبندات والحاجات دي كلها ممكن تقعد اسبوع كامل ما انا تشحنهاش معايا وفيها. انا معايا مم. الاونر ماجيك واتش 2 تقريبا بتقعد معايا 10 ايام، منهم ايام بستعمل الجي بي اس بتاعها وانا راكب العجله بتاعتي مثلا رايح الكليه او حاجه. ممتاز. يعني انا مثلا دي الاكتف سامسونج اكتف واتش 2 او اكتف 2. اكتف 2 دي تقريبا بتقعد يوم ويوم ونص، يومين اقصى حد، يعني يومين لما اكون ما بستخدمهاش قوي. يوم ده لما اكون مثلا عملت رياضه مثلا النهارده فاستخدمت بقى
شويه مزايا زياده، يعني يوم ونص كده، يومين لما اكون ما بستخدمش الرياضه والكلام ده. فدي الفروقات يعني. اتفضل. هو برضه الهاردوير القوي في الويل او اس ده بيديها امكانيه انها تشغل حاجات احسن بكتير من الساعات العاديه. يعني مثلا انا الاونر ماجيك واتش 2 اللي معايا، او اللي كانت معايا بانها في التوكيل حاليا، ما اقدرش استعملها في حاجه بره الورك اوتس، بره الانفورميشن. يعني مم. هي انا استعمل ليها مثلا، انا بصحى الصبح اشوف الويذر من الويذر اب بتاعها، درجه الحراره كام النهارده عشان اشوف هلبس ايه، واي مم. حاجه جمع السرير وخلاص. مم. بشغل ورك اوت، او الاوتو ورك اوت بتاعها بيشتغل. مفيش بروسيسنج بيحصل، اي داتا بيتم تحليلها من على الساعه هي بتتم من خلال ابلكيشن هاو هيلث مم. باستخدام الموبايل نفسه. بعد مم. كده الابلكيشن يرد على الساعه ويقول لها ده هو الورك اوت ده كانت القوه بتاعته عاليه، فهو محتاج مم. ساعتين ريكفري. مم. الهيرت ريت كان عالي جدا، يعني هو الموبايل بيقول لها خلي بالك الهيرت ريت لما يعلي عن 150 فهو ده كده في مشكله. البروسيسنج بيتم على الموبايل، عكس الويل او اس. انت الويل او اس ممكن، او الواتش او اس يعني، ممكن تعتبر ان الساعه منفصله تماما عن الموبايل. لو انت جبت نسخه ال تي اي وعندك اي سيم شغاله، ممكن تشغل رقمك على الاي سيم ديت مم. وتسيب الموبايل في البيت وتنزل بالساعه، مش مم. هيبقى ناقص حاجه. معاك 4G مم. توصل على الشبكه عادي، توصل نت اعتقد مم. يعني. مم. معاك بي اس شغال، ابلكيشنز شغال. طبعا مفيش ابلكيشنز سوشيال يعني. حابب تسمع حاجه من على سبوتيفاي مثلا، عندك سبوتيفاي نفسه على الساعه، وهتنزل البلاي ليست بتاعتك وهتوصل سماعتك بلوتوث فيها مم. وعادي تعيش حياتك. والداتا هتسync في التطبيق بتاعك، او يعني سينك. الداتا هتروح وكده كده اصلا بتبقى هنا، تقدر تشوفها من هنا وبتسync على طول على الاكونت انت بتاعك. عندك الابلكيشن هنا، الابلكيشن اه نفسه هنا. ما عادش، مش عندك حاجه، مش عندك حاجه الابلكيشن بيعرضها لك هنا. بالظبط. يعني حاجه يعني زي يعني مثلا يعني هنا على الساعه دي مثلا، لو عملت ورك اوت او اي حاجه، بقدر ان انا ارجع اشوف تاريخ الورك اوت والقصه بتاعته ومش عارف ايه. فاكر في البندات وكده انت ما تقدرش، انت بس هو بيظهر لك اول ما تخلص، يظهر لك كام معلومه كده وبعد كده تختفي. وعاوز تشوف بقى التقرير كامل والقصه كلها، بترجع للموبايل لا، وتبص هو بقى على التقرير كل كامل. الساعات كل الساعات هتعرض لك كده بسبب الشاشه، لان مم. الداتا ديت ممكن تستول على الساعه الداتا ديت على اه. حسب الستورج بتاعتها. مم. وهي كده كده الداتا بتبقى ممكن تبقى 1 كيلو بايت او 2 كيلو بايتس في الاخر، اه، مش داتا داتا لطيفه. قوي. بس بيعين معظم الداتا الكبيره على الموبايل. يعني الساعه بتاعتي الاوتو ديتكشن ورك اوت او السايكلينج ورك اوت فيها جي بي اس راوت، فيها الخريطه اللي انا مشيت فيها. مم. الخريطه دي ما بشوفهاش من على الساعه لان دي داتا كبيره، دي بشوفها من على الموبايل بس. مم. اعتقد في حاجه زي الجالاكسي واتش اقدر اشوف الخريطه من على الساعه نفسها، مم. مش ريفلكشن بيحصل، على اه، الموبايل. بتبص. اه. الواتش 5 برو تقريبا، الجالاكسي واتش 5 برو دي بتبني لك الخريطه اللي انت مشيتها وانت ماشي. مم. تقول لك لو حابب ترجع ارجع من نفس الطريق ده. مم. اصلا البروسيسنج اللي فيها اقوى. حاجه زي الابل واتش الترا، مم. حاجه زي الابل واتش سيريز 8 وابل واتش اس اي والالترا مثلا، الكار ديتكشن، الكار كراش مم. ديتكشن. وهو ده معتمد على البروسيسنج، بيتم من قرايه من الاكسلرومتر ومن الجايروسكوب ومن الجي بي اس. مم. ثلاثة بيشتغلوا مرة واحدة، يحس إن في تغير مفاجئ في الأكسلريشن، مم. الجايروسكوب يقول ده في روتيشن حصل، يبقى كده في احتمالية كارد ديتكشن. يلاقي الالجوريزم بيقول إيه، بروسيسنج سريع على المعالج، المعالج يقول ده فعلا في كارد ديتكشن، بلغ الراجل إن هو محتاج الإسعاف أو مم. المطار أو مم. whatever النجدة بتاعتهم مم. إيه. مم. دي كده ساعة سمارت، لكن الساعات مم. التانية we can't do it. طب آخركم خ- تعملوا إيه؟ خلينا برضو نحط فكرة كده، انه الساعات عامة، يعني التفرقة ما بينهم بتنقسم لجزئين. جزء هاردوير، الهاردوير ده الاساس بتاعه قد ايه في سنسورز موجودة، جي بي اس، واي فاي، مش عارف ايه الكلام ده. والسوفت وير محتاج إيه؟ السوفت وير بقى، الالجوريزمز بتاعته عاملة ازاي وحلوة قد ايه، والتطبيق بتاعها حلو قد ايه، وبتقدر تعمل ايه. السوفت وير بيعمل كتير عامة، يعني بيستغل السنسورز دي بطرق مختلفة. يعني ممكن يبقى نفس الحاجة، بس هو في سوفت وير بيتشقلب، بيعمل حاجات مختلفة هنا عن هنا عن هنا. احنا دلوقتي بنتكلم في جزء السوفت وير، ما جبناش سيرة لسه الهاردوير قوي. جزء السوفت وير، انه السوفت وير اللي هو الناضج، اللي هو سوفت وير حقيقي، يعني قادر ان هو اولا عنده الجوريزمز مختلفة
لحاجات مختلفه زي ما انت قلت، اللي هي الحوادث، للحوادث ليه. حتى بيبقى احسن حتى في مثلا في الرياضه، يحسب لك الكالوريز والحاجات دي بالالجوريزم بقى، اللي هو نبضات، يشوف نبضات القلب ويشوف اصلا البيانات بتاعتك، بيبقى احسن شويه. وطبعا كلهم بيعملوا نفس الحركه، بس بيبقى احسن شويه في طريقه الحساب، عنده حاجات لطيفه. كان في حاجات برضو لاحظتها، فكره اصلا الستيب ديتكشن في ساعات ما بتحسبش قوي الستبس مظبوطه، لانها بتعتبر اي حركه كده ستيب. ستيب. في الجوريزم تانية بتبتدي تحسب لما تتحرك من مكانك. طبعا لو في جي بي اس، لو ما فيش جي بي اس ممكن ايه يستناك لما تمشي كذا خطوة فيحس ان انت فعلا ماشي، فيحسب لك بقى اللي فاتوا. يعني بيخزنها بس ما يحسبها لكش غير لما تحس ان انت مشيت شوية. الساعة نفسها يكون فيها البيدوميتر ده مم. سنسور الحركة نفسه، سنسور مم. الستيبس ده موجود أيام مم. الجالاكسي نوت 3 تقريبا، أو مم. الجالاكسي اس وول، كان موبايل اتضاف فيه السنسور ده. فطبعا النوت 3 لو حد يفتكر أيام أندرويد كيت كات مثلا، مم. كان بيديتكت الخطوات بشكل اكيوريت بطريقه غريبه. يعني لو انت مم. راكب مواصله هيقول لك ان في خطوات، لو انت مم. ماسكه في ايدك وماشي هيقول لك مفيش خطوات، لازم يبقى في جيبك، يقول لك مم. انك تتحرك، يقول لك ده كده في خطوات بتتعمل. مم. فالبيدوميتر ومع الاكسلرومتر والجيروسكوب دولت اللي بيحددوا اذا كان في حركه فعليه وحقيقيه ولا لا. مم. وتقريبا سامسونج الالجوريثم بتاعها بيستنى اما الحركه تستمر شويه، صح، وبعد كده يبدا يقول ده فعلا في بالظبط. خطوات، فعلا ده بالظبط. جد. لان انا كنت بجرب الساعه دي جنب ساعات تانية اللي هي فيك سمارت ووتشز، او يعني سمارت ووتشز عامله فيها سمارت ووتش هي بندات. لا التانيين وهو مش رخاص يعني، برضه حاجات توصل ل 1000 ونص قبل التعويم يعني والكلام ده. اه. فكان برضه تلاقيهم، لا ده في فرق في الستبس كبير ما بينهم. وبعد كده امسك الساعه كده اقعد اعملها كده في الهواء الاقيها حسب الستبس من غير حاجه. يعني انا اللي بحرك ايديا كده. وبعد كده ابص على سامسونج، لا ما بتحسبش غير بعد مثلا ما اخد 10 خطوات او 20 خطوه متواصله، يحسب ال 20 خطوه كلهم، بعد كده يبتدي يعد بقى، يكمل عد عادي، اللي هو انت بالظبط. شكلك حركت. مم. في حاجه بتحصل يعني. انا مم. كان ليا تجربه مع الجالاكسي فيت 2 ديت اللي هي الباند بتاعت سامسونج، مم. وكان قبلها معايا المي باند 4 بتاعت مم. شاومي. مم. المي باند 4 كانت بتطلع عدد خطوات اعلى بكتير، مم. واكتشفت كذا مره ان انا ببقى قاعد في المواصله مثلا والاقيها بتعد خطوات مش كتير. يعني ممكن لو اعتبرت نفسي ان انا جوه المواصله مشيت 100 خطوه، فهي بتديني 10 خطوات بس، عكس مم. سامسونج مثلا ما كانتش بتديني اي خطوات خالص. مم. غير ان الواتش فور بتاع الباند فور بتاعت شاومي كانت حركة الدراع كده كذا مرة ورا بعض بيعدها خطوات. ده كان وانا بصلي كان بيعدي لي خطوات وانا بصلي. الساعة بطلت لي الصلاة يا جماعة خلاص. سامسونج خلينا لا. خلينا برضو مثلا نتكلم دلوقتي على فكره طب يعني ايه هي استخداماتك انت كشخصيا يعني مع الساعه. خليني ابدا بس دي واسيبك بقى تتكلم. اتكلم انت قول. خلينا بس، لما كنت بقول في اول فيديو ان كويس انها طولت لسنتين، الحقيقه ان انا في البدايه اصلا فكره الساعات عامه والبندات، اصلا الساعات عموما القديمه بقى اللي هي من غير سمارت ولا اي حاجه، انا اصلا ما كنتش ايه من محبين الساعات خالص. وبعد كده لما جت ساعات سمارت، كنت حاسس انها ايه ده في تفاهه ومش عارف ايه وبتاع. هدفع 5000 6000 7000 دلوقتي طلعت عشان ايه يعني؟ عشان ابص على التنبيه بدل ما اطلع الموبايل؟ ايه الشغل الضيق ده؟ ايه الكسل ده؟ المهم، لما جربت بقى ساعه الاكتيف 2، خليني اقول ان انا ما اتغيرتش كليا يعني، لسه فكرتي برضه مش كليا يعني. انا خلاص بقيت شايف ان الساعه شيء ضروري. لا انا لسه شايف ان مش شيء ضروري، ولكن بقى شيء كويس ان يبقى عندك يعني. هو قشطه، هو حاجه كويسه بس ما مش ضروريه يعني. ولكن في مثلا رحله بقى ان انا اخس ومش عارف ايه، اكتشفت بقى ليها استخدام لطيف جدا، بالذات طريقه استخدامي انا في ليها يعني. فكره انه تبتدي مبدئيا عشان اخس يعني. فانا كنت بقعد احسب كالوريز، اكلت قد ايه وعملت قد ايه النهارده، في اساس. وفي ساعات بتعمل مثلا مجهود زياده فتحط عليه شويه، فتعرف انت ممكن مسموح لك تاكل قد ايه النهارده ومش مسموح لك تاكل قد ايه. ففكره ان الساعه بقت مثلا بستخدمها في الرياضه، ورك اوتس عندي بقى انماط ورك اوتس كتيره.
فهي قادره تحسب الحاجات دي بدقه كويسه الى حد كبير، تديني تفاصيل اكتر عن التمرين كانت عامله ازاي وشدتها بقى والخرايط اللي هي انا كان فيه هنا شده عاليه وهنا شده قليله ومش عارف ايه، ولو مشيت تديني الخريطه بتاعتي والكلام ده، والحته دي في الخريطه كنت انت سريع والحته دي كنت انت بطيء، وتديك الكالوريز الى حد ما حلوه مظبوطه. طبعا مفيش حاجه دقه 100% يعني، بس هي الحسابات يعني. آه، ده كان على تطبيق سامسونج هيلث طبعا، بيسync اوتوماتيك مع ماي فيتنس بال. ماي فيتنس بال التطبيق اللي انا اصلا بحسب عليه السعرات الحراريه اللي انا اكلتها، هو تطبيق جامد جدا، تقدر تحط عليه انت اكلت ايه كل يوم، وفي يعني اغلبيه الاكل يعني هتعرف تلاقيه، ومع الوقت هتعرف تظبطها يعني. فبيبقى عندك المعادله كده البسيطه، انت النهارده كلت كذا بلس او ماينس اكسرسايز كذا، والجول بتاعك كذا او الهدف بتاعك كذا، ما تعديهوش بقى، باقي لك يعني كام سعر حراري. فكان الاكسرسايز ده ببساطه الساعه بتدخل فيه فكره انها بتحسب المجهود، تحسب الورك اوت اللي انا عملته، المشي، اي حاجه بعملها، فتضيف لي البتاع ده، فاعرف انا اظبط الكالوريز بالظبط. فده كان مهم جدا، ده استخدام. بس كمان فكره اصلا انت تتراك الرياضه، تتراك الورك اوت، تتراك المشي اللي انت بتعمله، تتراك الخريطه اللي انت مشيت فيها، ده شيء مشجع جدا. يعني انت بتشجع جدا ان انت لا ده انا عاوز اعمل تاني، وتلاقي بقى تطبيق سامسونج هيلث قال لك ده انت التوب ورك اوت بتاعتك كانت يوم كذا، ماشي، انت في يوم كذا مشيت مسافه كذا ودي اعلى مسافه عملتها، ويوم كذا طلعت السلم كذا ودي كانت اعلى سلم طلعته، فانت تبقى عاوز تكسر الرقم ده، فيبقى بيشجعك اكتر. فده جزء كبير من استخدامي للساعه، وجزء كبير بقى من تقدير للساعه. لا ده الساعات بتساعدك، بالذات لو الساعه اصلا بتحسب كويس، فيها امكانيات حلوه، وكمان التطبيق بتاعها والسوفت وير اللي عامه كويس، وقادر تربطه بحاجات تانية، وفي قصه يعني. يعني في ساعات تانية مش مشهوره قوي، مش من سامسونج، مش من هواوي، مش من شاومي، التطبيقات بتاعتك احيانا ما تقدرش تربطها بحاجه تانية، ما تقدرش تطلع الداتا بتاعتها في حته تانية. فكانت دي الفكره يعني. ده كان استخدامي الاساسي للساعه، وليه انا قدرتها شويه زياده يعني. اتفضل انت بقى. هطول انا. حاول طيب معاك انا ربع ساعه. صح. انا استعمالي طبعا ما بين الباندات والساعات، انا بستعمل باندز من ايام الشاومي باند 2. جربت باند 2، باند 3، باند 4، وانتقلت للفيت 2، وبعد كده الاونر ماجيك واتش 2. استخدامي للباندات هو في مينلي رياضه. انا كنت بروح جيم او بتمرن، فكنت بخليها تديتكت الورك اوت بتاعي وتقول في مشاكل في الهارت ريت ولا لا، وتسينك الداتا مع الابلكيشن بتاعها، واشوف انا حرقت كام كالوري. وفعلا ماي فيتنس بال ده كان رفيق حياتي في هذه الرحله، خاصه بعد ما جبت الجالكسي فيت 2. استخدامات تانية ليها كنت بستخدمها as a smart thing for me. يعني أنا الموبايل في جيبي، فأنا مش وأنا ماشي في الشارع لابس السماعة. فأنا اللي يعرفني أنا بحب السماعات السلك فشخ، ما بحبش أستعمل أي سماعات تانية. فطبعا الميوزك كنترول كلها كانت من الساعة، الفوليوم كنترول كلها من الساعة. حتى لما يجيلي مكالمات بكنسل من الساعة نفسها، لو هكنسل يعني بكنسل من الساعة نفسها. الصبح مثلا هشوف هنزل عاوز البس ايه، فبفتح الويذر من الساعه واشوف ده النهارده درجه الحراره كام، واحدد فعلا الهدوم المناسبه لليوم ده وكده. وطبعا الورك اوت ديتكشن ده دي حاجه مرافقه ليا. انا مثلا بروح الكليه بعجله، فانا طبعا بشغل سايكلينج ورك اوت قبل ما انزل، بشوف انا وصلت الكليه في قد ايه، بشوف السرعه بتاعتي كانت عامله ازاي، هارت ريت بتاعي هحتاج ريكفري قد ايه مثلا بعد التمرين ديت وكده. ايام ما كنت بروح الجيم كانت وقتها معايا الفيت 2 مع سامسونج هيلث، تقريبا كانت تجربه جامده فشخ يعني. ما تقريبا دي كانت اكتر تجربه استفدت منها رياضيا. ليه؟ لان انا كنت بستخدم سامسونج هيلث في ان انا اسجل انا اكلت ايه. كنت بسجل على ماي فيتنس بال وهو يسينك على سامسونج هيلث، فبيبان انا اكلت قد ايه على سامسونج هيلث. كنت بجيب ورك اوتس من سامسونج هيلث نفسه، اشوف تمرينات كارديو معينه اعملها. كان في ايام بنزل قاعه الكارديو في الجيم لوحدي، واشغل الموبايل واتمرن مع الموبايل لوحدي من غير اي حد، وخلاص الموبايل الابلكيشن بيقوم بالواجب معايا وزياده. طبعا في ايام كنت بقعد في الجيم كل ورك اوت كنت بشغله من سامسونج هيلث نفسه. يعني انا هتمرن دلوقتي تشيست بريس مثلا، بشغلها من ابلكيشن، والساعه تقول لي ده انت حرقت في التمرين ديت كذا كالوري، دي كذا كالوري. اطلع تريد ميل واشغل انت على التريد ميل قعدت وحرقت كذا.
كالوري، واسجل كل ده واشوف ماي فيتنس بال التارجت بتاعي مثلا، الجول بتاعي مثلا ان انا احرق النهارده 1000 كالوري، واشوف انا اكلت ايه وهكذا. لما جبت الاونر ماجيك واتش 2 اتضاف عليها استعمالات ان انا بقيت بستعملها ككشاف، بدل ما اطلع موبايل لو انا في اوضه ضلمه ولا حاجه بستخدم شاشه الساعه ككشاف مره واحده. الويذر اب بقى مور ديتيلد، فبقى بيخلينا ابلان اكتر من حاجه. المحاضرات بتاعتي بسجلها على الكالندر، فبقت بتجيلي كنوتيفيكيشن على الساعه نفسها، بحيث ان انا ابص على الساعه، ده انا عندي محاضره كذا مكانها كذا الساعه كذا، بروح. ايه تاني لسه في لسه في كتير. الجي بي اس بتاع الساعه نفسه بقيت بستعمله اكتر من جي بي اس موبايل، اللي هو باي ذا واي بايظ، فعشان كده الساعه في التوكيل. انت عامة اكيد لسه في كتير. انت لسه هيجيلك انت اكتر واحد شفته عامة انت بيستخدم لسه ما شفتش. المميزات يعني ايه، بحذافيرها. بص، انا هموت على سمارت واتش فيها ويل او اس، لان انا حرفيا ممكن اركن الموبايل فترات كتير طويله جدا بسبب الويل او اس. مم. خياط مثلا كان بيتكلم معايا عن الواتش 4 كلاسيك، ان هو لما بيشغل سبوتيفاي الابلكيشن بيفتح على الساعه، بيكنترول الاوديو من البيزل بتاعتها، بيشوف، يستخدم المابس في النافيجيشن. انا لو معايا المابس على دراعي وانا راكب العجله مثلا، ده كده حاجه اوت اوف ذس وورلد، يعني بالنسبه لي دي حاجه جامده. مم. هستخدم المابس. مم. انا عاوز اعمل سمارت هوم، فهحتاج سمارت ثينجز من على مم. الساعه، فهتحكم في البيت بتاعي كله من الساعه مم. نفسها. كنت مم. جربت الموضوع ده قبل كده يعني، والموضوع ده مريح بطريقه غريبه يعني. فانا واحد من الناس شايف ان استخدامي للساعه ان انا هركن الموبايل على جنب في اغلب الوقت، واستخدم الساعه في حاجات كتير. طبعا برد على المكالمات من خلالها، مبقتش بتكلم الموبايل الا قليل جدا يعني. مم. صراحه بيبقى منظر روش وانت ماشي بتتكلم كده. بقى دي هي بتستخدم السماعة بتاعتها برضو، ولا بتستخدم السماعة بتاعت بستخدم اللي انت لابسها؟ بستخدم السماعه بتاعت الساعه نفسها، وغريبه اه، ان السماعه كويس. انا ما جربتش الحوار ده قبل كده يعني، برغم ان برضه الساعة فيها هنا مايك وسماعة. السماعة واطية طبعا هنا، بس المايك كويس. بس مش عارف، ما حسيت ان الحوار مريب يعني. ما بقاش عامل كده. هي هتحسها، انت تحس ان انت نفسك في مهمة رسمية كده بس. اعملها وانت راكب ميكروباص، ايوه، ايوه. بس ببقى راكب جنب السواق واتكلم كده وبيفضل باصص لي، يعني ممكن نعمل حادثه مش مشكله، بس يشوف ايه اللي بيحصل جنبه ده. وبمناسبة قبل ما ف تكمل، انت ذكرت السامسونج هيلز. بما انك ذكرته لازم نشكر فيه شوية زيادة. يعني بص، انا سامسونج هيلز تقريبا بحبه. احسن ابلكيشن هيلث بتعمله شركه اللي هي شركه موبايلات، يعني بتكلم على شركه حقيقي، موبايلات. حقيقي. ممكن يجي بعديه هواوي حلو برضو، بس بعديه فرق يعني، انا بشوف كده يعني. هو لو واحد جرب متفرد. لو واحد جرب الاثنين، لو هندي سامسونج هيلث 100 هندي الهواوي 5. بالظبط. الفكره حقيقي. كمان سامسونج هيلث ذكي جدا. فكره ان انت تربطه مع ماي فيتنس بال وبيسync الداتا كلها، وتلاقي كل حاجه مظبوطه، اكلت ايه ويقسم لك كمان اللي هي النيوترينز البروتينز مش عارف إيه جوه الابلكيشن بتاع سامسونج هيلث نفسه. اتنين، واللي تقضيت حاجه هنا تلاقيها هنا، تقضيت حاجه هنا تلاقيها هنا، جامده. ماي فيتنس بال جامد برضو يعني بالمناسبه جدا. اه سامسونج هيلث برضو جامد في فكره ان هو مثلا حتى لو مش لابس الساعه بيقدر بذكاء شديد جدا بالظبط يعرف انت نمت قد ايه. يعني ده يعني بدقه شديده يعني، من غير مش عارف. آه، مش عارف ده على موبايل سامسونج بس ولا هي هو عامة كله كده. بس على موبايل لا، سامسونج هو انا. انا موبايل سامسونج بس بيستخدم الاكسلرومتر والجيروسكوب اصلا الاثنين. مم. انت حطيت الموبايل، مم. فالريتنجز بتاعته مثلا اكس ب5، واي ب6، مم. بسالب 1، مم. وثبت على الوضع ده 6 ساعات، وبعد مم. كده رفعته، اكس وواي وزد اتغيروا، مم. بس الوقت ده كان نايم 6 ساعات، خلصت. كان يعني انا لما باجي يجي لي البتاع كده بيجيب لي الدقة الشديدة جدا، اللي هو انا فعلا نمت كده على الموبايل. كمان موضوع بقى اللي انت ذكرته، اصلا الرياضة اللي موجودة جوه التطبيق. اه يعني ابل دي عندها بتعلن عن فيتنس بلس ومش عارف ايه وخدمة مدفوعة. سامسونج عندها ده اصلا ببلاش لكل الناس، مش لناس معينة. بالتعاون مع شركات تانية زي وتعامل مع كالم، شركات تانية. بالظبط، مش بالظبط. فاكر اساميهم بصراحة. بتديك مكتبة هايلة جدا وخطط وقصص كبيرة يعني. فلا سامسونج هيلز حاجة من الحاجات العظيمة. وبالمناسبة يعني دي حاجة من الحاجات اللي أنا مفتقدها في انتقالي للآيفون، لأن سامسونج هيلز على الآيفون سيء،
سيء جدا. هو تقريبا هو مش زي، هو مش خالص، مش بتاع اندرويد خالص، مش بتاع سامسونج اللي بالظبط، موجود زيه على زي الايفون هو اه اللي اللي موجود نزل على مع جالاكسي اللي موجود على قديم الايفون جدا. فعليا، هو بالظبط زيه زي اللي هو التطبيقات بتاعت الساعات الصينيه اللي موجوده على الاندرويد. يعني هو مجرد بس ابلكيشن بيعرض لك شويه الداتا بتاعت الساعه بتاعتك، خلاص كده انتهت القصه. بالظبط هو سيء على الاي او اس جدا، جربته فعلا. بس فكمل بقى، احنا كان لازم بس نوقف وقفه، نرفع القبعه على سامسونج جيلز. يعني فانا فعلا الاستخدام المستقبلي بتاعي بمجرد ما اجيب وير او اس، ان انا لما اجي ابني السمارت هوم بتاعي هتكون الساعه جزء اساسي من السمارت هوم، كنترولر اساسي ليه. بص البيمنتس لحظه، كمل استخدامك. اجيب حاجه بس وانت كمل، يعني خلي التسجيل كده. اجيب حاجه بس بسرعه واجي لك، عشان بس في حاجه هتفصل هنا. تمام. الشاحن هي الكاميرا ممكن تفصل، فحاول اجيب موبايل عشان لما تفصل نبقى نعدلها. اوكي استنى هاف فن. لحظة. طيب لو جينا نكمل الاستخدام، فهو فعلا استخدام السمارت واتش ككنترولر للسمارت هوم ده استخدام جامد. جوجل اتكلمت عن الموضوع ده في مؤتمرها اللي فات لما اعلنت عن البيكسل واتش. سامسونج عندها المنصة بتاعت سمارت ثينجز. لو حد بيستخدم سامسونج، فمنصة سمارت ثينجز دي المنصة بتاعت سامسونج باستخدام الأجهزة الذكية. بتكونكت تقريبا على أجهزة كتيرة جدا، سواء أجهزة ناس، أجهزة سامسونج الذكية نفسها، اللمبات زي بتاعت الفيليبس هيو. وكمان في أجهزة من شاومي بتكونكت عليها. مش متأكد من المعلومة ديت، بس شك في المعلومة ديت. فاستخدام الوير او اس من سمارت هومز جامد جدا. ويلكم باك اس 21 منور. جيت اهو، انا ترجع استخدمه له كمان شويه. لا شكلها هتطول شويه عشان ناخد تجربه اكتر يعني، بس هستخدمه كمان شويه ككاميرا. كمل يا هاف باشا. فن. عندي انا نسيت. كنت بتكلم عن سمارت هوم، استخدامها كسمارت هوم مونيتورنج. المكالمات طبعا قلت انها بستخدمها في المكالمات. تقريبا نسيت استعمالات الساعة من كتر ما هي في التوقيت داخلة ظهر شوية. هنجيلك في موضوع التوكيل ده، تفضفض فيه براحتك. انت فلا، استعمال الوير او اس او واتش او اس كساعة ذكية is not just about being a smartwatch, it's about being a phone on your list. البيمنتس يعني دي الحاجة اللي أنا نسيها من ساعتها. البيمنتس أنا بكره الكاش، ما بحبش أدفع كاش خالص. لما بدخل أي محل أدفع فيه بكريدت لازم أدفع بكريدت بس. فالبيمنتس هتبقى مريحة جدا، لأن بدل ما أحط الكارد وأكتب الباسورد مملة، بدل ما لسه أعمل مفيش حاجه، السوايب. لسه مفيش حاجه اشتغلت في مصر صح؟ مفيش سمارت بيمنتس في مصر. ده البنك المركزي من أول السنة بيقول لك إحنا خلاص هندعم السمارت بيمنتس بتاعت الموبايلات وكل حاجة، لسه خد مفيش بالك، حاجة. كان في صديق على الجروب اللي هو عايش في السعوديه وجاي مصر هنا، وكان بيتكلم انه اصلا عندهم تطبيق اسمه مدى. اسمه ايه؟ اه احمد نصار تقريبا. مش احمد، متأكد اسم معينة. مش فاكر الاسم تاه من دماغي، بس المهم اللي هو كان بيتكلم على ان عندهم في السعوديه في تطبيق اسمه مدى. ده بتسجل عليه البطاقات بتاعتك كلها، وان هو لما نزل مصر هنا عرف يستخدمه عادي في اغلبيه الاماكن، كان شغال. فهو كان هو بص، شغال. المكن داعم. احنا عندنا الماشينز اوريدي جاهزة اه البيمنتس. ماشينز جاهزه. بس هي الفكره انه انت مش هتعرف مفيش تطبيق تحط عليه اللي هو بالظبط. يعني البطاقه بتاعتك. انا الديبت او الكريدت كارد بتوعي فيهم ان اف سي. لما بروح اي مكان والمكنه فيها ان اف سي، وبدل ما الباسورد مم. كل حاجه، لا يا عم سهله، اخبط الكارد عليها، استنى ثانيه ونص تقريبا، بيمنت مم. اكسبتد. مم. عملتها في فرع ماكدونالدز قبل كده، ودخلت مم. كان معايا اختي. مم. مم. دخلت خبطت الكارد، بصت لي إيه، انت دفعت ازاي؟ سحر. ان اف فلوس سي فلوس طارت في الان اف سي. اه ان اف سي بيمنت حاجه مريحه جدا. فبدل ما احط الكارد واكتب الباسورد او السوايب، لان السوايب الماجنتيك سوايب مش امان قوي.
بس هي عامة غريبة إن هي اتأخرت في مصر البيمنتس، لأنه أنا فاكر في اي سي تي 2020 لما رحت كان في كتير على حوار اللي هي البندات اللي فيها ان اف سي، والبنوك كلها بتتكلم على مش عارف حاجات فيها ان اف سي عشان البيع اللا تلامسي والكلام ده. وبعد كده اختفى السنة دي، حتى لما رحت اي سي تي ما كانش في أي حاجة ليها علاقة بالموضوع. هو المفروض البنك المركزي يدعم الموضوع ده، والبنوك تبدأ تتفق مع م- الشركات بقى، خلاص م- احنا هندعم عندكم كل حاجة. يعني انا بنك كيو ام بي م. متفق مع سامسونج وابل بس في الامارات، في قطر قصدي، وفي الدول اللي فيها البنك ده، أنا لكن عامة في مصر مش عامة متفق معاه. أظن لو دخل مصر هيبقى أول حاجة هي سامسونج باي، لان سامسونج هي النشيطه في مصر عامه كشركه. كده سامسونج والت بقى، يعني ابلكيشن اتلغى وبقى ما اعرفش، سامسونج والت. معلش قديما. انا اقصد آه، فول برنس هو عندي. مم. طيب كمل. فالسمارت بيمنتس هتبقى حاجة إضافية فشخ. تقريبا ده كل استخدامي للسمارت ووتش. مم. تمام، ما عادش فيه استخدامات تانية للسمارت ووتش يا جماعة، خلاص أنا استعملتها كلها ما عادش فيها حاجة. باستخدام. والنوتيفيكيشن انسرنج برضه اه، دي مهمه دي. افتكرتها، لأن أنا مفتقدها من الفيت 2، كان فيها كويك انسرز. كنت مم. مظبط ابلكيشن جالاكسي ويرابلز ان انا في انسرز سريع، يعني في انسر وانا في الجامع، يعني وانا قاعد في الجامع وحد بعت لي رساله ولازم ارد، بسوايب كده واختار في الجامع سند. في الويل او اس انت عندك الكيبورد كامل، مم. الكيبورد ممتاز عليها، تك 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 انسر على طول. مم. في الاونر مش عندي الحوار ده، الموضوع متعب. في تقييمك برضه، في تقييمك انت بالاستخدامات دي كلها، تحطها في مرتبه حاجه ضروريه دلوقتي، ولا حاجه كويس ان انت تبقى احطها عندك؟ احطها كنوع من الرفاهيه الضروريه. هي مم. رفاهيه مم. وتظل رفاهيه لناس كتير جدا، مم. لكن بمجرد ما تشتريها مم. هي بقت حاجه ضروريه في حياتك. مم. حقيقة. بالاضافه الناس اللي عندهم حالات صحيه محتاجين مونيتورنج بشكل طويل شويه، مم. هي ضروريه بالنسبه لهم. يعني مم. اتذكر حاله من الحالات، او حالات كتيره كانت في امريكا، في منهم كذا حاله في مصر. صاحب مم. وطبعا البطل هنا ابل واتش، مم. مر بازمه قلبيه، الساعه حست ان في حاجه غلط، اس او اس كول على طول. مم. بس هي هي 321. كمان الابل ووتش الجامد فيها نظام الاس او اس عامه، نظام الامرجنسي ده، ونظام كمان ان هي مربوطه، بتحسها مربوطه بالهيئات الصحيه في امريكا مثلا، بالذات في امريكا يعني. فاللي هو بتدي تقرير لطبيبك على طول مثلا لو في حاجه. في هي فعلا طبعا في فعلا الساعات، حالات. الساعات مش حاجه تعمل بيها دايجنوزز يعني، او حاجه تعمل بيها تشخيص، لا هي مش لكن دايجنوستس، هي اديكيتور. بتبقى زي جرس كده تقول لك لا ده في حاجه، ضربات قلبك سريعه زياده عن اللزوم وانت قاعد ساكت كده ما بتعملش حاجه، لا ده انت في مشكله. انت زي ما كنت بكلمك قبل ما نبدا فكره، كان وقت كورونا كان في شركه بتعمل خواتم كده، تعرف بس ان درجه الحراره بتاعت الانسان اتغيرت شويه، فتديك انتباه اللي هو ايه، الراجل ده ممكن يكون عنده عدو، فروح بقى ايه، روح شوف نفسك. فالحاجات دي مهم. ولو هي لو فعلا بقى ناس بتلعب رياضه بقى هتلاقيهم بيلبسوا ويربلز بقى، مش لازم ساعه. عارف، فاكر السديري اللي كانوا بيلبسوه ده بتاع اللي كان في منتخب مصر كله، ده بيبقى فيه سنسورز اصلا، ده يعتبر نوع من انواع الويربلز. هو شكله ما فيهوش اي حاجه، بس هو ده فيه حاجات بتتابع الحاجات الحيويه بتاعت اللعيبه، وبتتابع كمان اماكنهم وتحركاتهم وجري قد ايه ومش عارف ايه، عشان يقدروا يعملوا احصائيات وقصه يعني. كان في صور ارنولد منتشره وهو اه. لابس حاجه اسلاك كتير كده طالعه منه، اه. وياتها جت بفايده. خسر في الاخر. الشيشه بتاعت كارفاخال خلصت عليها. ف... ففعلا الساعات هي بالنسبه لي رفاهيه ضروريه. انا قبل ما اشتري السمارت باند ما مش محتاجها قوي، مش شايف نفسي استعملها. جبت المي فيت 2، بدات اعتمد على النوتيفيكيشنز، ان هي بتقول لي إن في نوتيفيكيشن، ما اعرفش النوتيفيكيشن دي من مين، ما اعرفش فيها ايه، بس هي نوتيفيكيشن من ابلكيشن كذا. مم. فبطلع لان انا كان عندي ازمه، انا ما بحسش بالفايبريشن بتاع الموبايل وانا بنسى الموبايل سايلنت. مم. يعني النوت 10 لايت معايا قعد حوالي 4 شهور او 5 شهور، ما اعرفش السبيكر بتاعه شغال ولا لا، لان انا ما شغلتوش خالص. مم.
فده كان اول استخدام ليها. جبت الفيت 3، المي فيت 3 كان فيها ورك اوت سيستم بتتابع الورك اوت، جنرال ورك اوت عموما. مم. بدات اشغله وبدات استعمله، اللي هو انا فعلا في الجيم حلقت كذا كالوري. ما كانش اكيوريت خالص على فكره يا جماعه، مم. كان ضعيف شويه. مم. حلقت كذا كالوري وخلاص، اوكي وركس فاين. جبت الواتش فول، شاشه الالوان، ميوزك كنترول، الويذر. لا ما كانش فيها ويذر، انا مش فاكر فيها ويذر ولا لا، بس شاشه الوان، ميوزك كنترول، ورك اوتس اكتر. مم. هي فده عامة الباندات ابتدت تبقى لطيفة أوي. يعني البندات من أول الأونر باند 5 مثلا والشاومي باند 5 6 قصدي، من أول الأونر باند 6 والشاومي باند 6 لا هو ابتدوا الباند 5 حجمهم زي يكبر مثلا شوية. دي كانت كويسه جدا على فكره. مم. بس من اول 6 ل 6 بقت جامده جدا، يعني كبروا 6 حجمهم، اجمد حاجه. كبروا وبقوا شكلهم اه حلو كمان. والتحكمات فيها بقت احسن، والشاشه بقت ويدجتس فعلا، مم. ما كانتش مجرد صوره. وموضوع الاوتو ديتكت كمان بقى شغال فيهم، اوتو ديتكت الورك اوتس. مم. انا بمجرد ما انتقلت بقى للفيت 2، الفيت 2 كان فيها الهاند ووش ريمايندر، كان فيها تايمر على ما اتذكر، اعتقد كان فيها تايمر او ستوب واتش مش فاكر. كان فيها الويزر، والويزر اب بتاعها كان بياخد من الويزر اب بتاع سامسونج، كان مفيد جدا ليا. الميوزك كنترول، الفايند ماي ديفايس. فايند ماي ديفايس دي انا بستعملها مثلا في الكليه كتير شويه، موبايلي مع حد وانا بعمل حاجه تانية ومش فاكر موبايلي فين، ففايند ماي ديفايس بسرعه يجيبه لي، افتكر في هو واحد من فين حتى. في واحد من الاستخدامات التافهه برضه شويه بس حلوه، فكره اه تاخد صور بالموبايل لو انت حاطه بعيد. بستخدم الكاميرا، بس يعني انا بتصور مش مشكله، مش دعوه. بستخدم الاس بين على فكره في اوقات كتير. يعني بس هو بص، هي حاجه ممكن تنفعك مره كل فين وفين. يعني فكره انت تاخد صوره جماعيه مثلا، فتحط الموبايل على حاجه وتروح عامل كده فتصور، فلطيفه يعني. ده بدل ريمايندر. ما تقعد تجري. ستي ريمايندر. هايدريتد يا جماعه، ستي هايدريتد، شرب ميه. الساعه، شفت الساعه لما تيجي تزعلك وتقول لك انت قاعد بالك كتير وبتتحرك. قاعد بالك كتير قوم يا اسطى. في ساعات مش فاكر، كان في حد بعت مش فاكر انت ولا مين، بس في حد تحسها بتشتمك كده، يعني هي البتاع مش لطيفه. يعني سامسونج مثلا تحسه لطيف، اللي هو انت قوم اتحرك شويه، لكن التاني في حد انت قاعد بالك كتير. هزها شويه. آه، اه بالمناسبه الفيت. اه كمل. انت جربت حاجه فيها مساعد شخصي في الساعه؟ يعني للاسف كانت تجربه عابره في فرع سامسونج، اني جربت جوجل اسيستنت على م- الساعه. م. تفتكر كنت عاوز الساعه هتبقى مفيده طبعا، صح؟ يعني موضوع جدا. السمارت اسيستنت ده هيبقى اكثر افاده اصلا على الساعه من الموبايل، يعني اظن يعني. اساسا تكون في الساعه م. اكتر من موبايل حقيقي. يعني انا م. سمارت اسيستنت انا برضه بستعمله على فكره، بستعمله كتير، م. ولما يكون عندي سمارت هوم استعمله اكتر، هو بس ان عامة هو يكون على الساعه. انا شايف جوجل اسيستنت هيبقى خرافي. يعني الوير او اس عنده ميزة رهيبة بتاع انه فيه جوجل اسيستنت يعني. الاسيستنت عملاق. مم. حتى في ناس كتير جدا على فكره هو احسن من سيري دلوقتي بالنسبه لي. كتير. مم. جوجل اسيستنت عظيم في الموضوع ده. جوجل انت اسيستنت تخيل عامة. تخيل يكون عندك سمارت هوم وانت مم. صاحي من النوم لسه صاحي، مم. وتقوم منادي على جوجل شغال الكوفي ماشين في المطبخ، عاوز اشرب قهوه. مم. اللي هو مم. انت قمت من على السرير وفوقت كده وغسلت وشك وقمت دخلت المطبخ، خدت الكوبايه جاهزه سخنه، اشربها براحتك. حوار السمارت هوم ده وانت ممكن قاعد في نديله بيتك. حلقة كمان 4 سنين كده. اكون خلصت الجيش وبدات السمارت هوم بتاعي. ما احنا فعلا بنكون جبنا سمارت هوم، يعني ما عنديش اي حاجة سمارت دلوقتي آه، بس بالمناسبة اللي احنا جبنا سيرة الاسيستنت او مساعدين الصوتيين، ف بما اني رحت يعني للايفون دلوقتي، فعاوز اقول لك ان جوجل اسيستنت ميزد يعني. يعني انا مفتقد جوجل اسيستنت لحاجه بسيطه، لانه هو مش مجرد بيكون موجود لما تندهه، لا هو موجود حتى من غير ما تندهه. بمعنى يعني بيديك فكره اللي هو ايه، هو عارف شغلك فين كل يوم تلقائيا من غير ما تقول ايه له، فبيقول لك الطريق بتاعك كل يوم في الميعاد اللي انت بتنزل فيه برضه من غير ما انت تقول له الطريق بتاعك شغال ولا لا. بيبعت لك نوتيفيكيشن اسمه ايه، الطقس عشان تلبس ايه، برضه تلقائيا من غير ما بالظبط. تقول له.
في الميعاد اللي المفروض تخرج فيه، بيديك خلاصة الأخبار اللي أنت مهتم بيها، بيديك تنبيه بالماتش اللي أنت أصلا ما قلتلوش إن أنا مهتم بيه، بس أنت مهتم بيه عشان جوجل عارف عنك اللي أنت ما تعرفوش عن نفسك. بيديك كل حاجة من غير حتى ما تكلمه. فجوجل سيري ما بتعملش كده خالص. سيري ما تعبركش ولا تعرف أنت شغال فين ولا جاي منين ولا رايح فين ولا أنت طريقك عامل إزاي. يعني آبل عامة ما بتدكش أي تنبيه من التنبيهات دي، فدي حاجة ليها تجربة مفتقدها. ليها تجربة جامدة مع جوجل اسيستنت. باي ذا واي، لو انت مستخدم اندرويد فابلكيشنز جوجل على سامسونج احسن من اي شركة تانية، وكذلك ابلكيشن مايكروسوفت. ماشي، في تعاونات بين الشركات تقيلة يعني. بس ايام ما كان معايا البوك فون اف 1 كنت في مرة في اسكندرية، فهو اوتوماتيكلي بعد تاني يوم في اسكندرية سجل الشقة اللي انا قاعد فيها از هوم. فانا بره البيت والساعة جت 10 بالليل، لقيته بيقول لي انت 52 minutes away from home مثلا، مش فاكر الرقم كام. فاللي هو ماي هوم از المنصورة يا اسطى، 52 دقيقة ايه؟ بفتح كده اشوف، لقيته جايب لي الطريق للشقة اللي انا قاعد فيها. قلت جامد، قلتها حلو فشخ جميل وكل حاجة. بعد كده انا مروح وركبت القطر، بدأ القطر يتحرك شوية شوية، لقيته مطلع لي you are 2 hours 50 minutes to home. اطلع ايه ده عارف ان انا مروح، جامد. وعارف ان انا مروح المنصورة. وقال لي انت فعلا انت على بعد كذا من المنصورة، وطلع لي الخريطة على المابس، يعني مفيش قطارات في جوجل مابس عندنا في مصر. طلع لي الخريطة على المابس فعلا، لو انا سايق عربية هروح منين؟ من المنصورة. وغير طبعا بعد ما تخلص جوجل فوتوز يقوم مجمع لك طبعا الذكاء اللي في فوتوز هو الذكاء اللي في جوجل اسيستنت. يور تريب تو الكسندريا، حط لك الصور كلها. بالمناسبة برضو اسمه ايه يعني، جوجل ممكن تعرف لو انت متجوز مثلا، ومن غير ما تسجل ساعات ان دي يور وايف، تعرف ان دي يور وايف وقلت لك كول ماي وايف هيتصل بيها. يعني اللي هو احنا جامدين قوي. الذكاء الصناعي بتاعهم جامد جدا، مش دايما بتحصل بس بتحصل. انا ما بتصلش بحد باستخدام الدايلر، ما بفتحش اكتب الرقم او اسيرش في الكونتاكتس، انا بكلم الاسيستنت. جامد. لا لا انا يعني كسول دي، فشخ يا جماعه، ما يغرقوش ان انا كنت بروح جيم، انا كسول فشخ ان انا اطلع حاجه اعملها. بس انت انا اصلا ينطبق عليك عن مثل اللي هو الكسول اللي بيستغل كل حاجه عشان تنفذ له نفس الحاجه، بس هو كسول. ففي ناس كسوله، يعني كسوله اصلا انها تدور على حاجه تعمل لها. مش هتصل خالص. انا فاكر فتره الجوجل اسيستنت انا كنت بستعمله، بس الاوبشن ده اتلغى للاسف. كنت بعمل بيه شات داون لللابتوب بتاعي. جامد. يعني انا السرير والله هنا، بس كنت اوقات مثلا هدخل انام، هشغل حاجه على اللابتوب قبل ما انام، فبشغلها بس بشغلها انا عاوز انام، اقوم اقفل اللاب، جوجل اقفل اللاب. جامد. انا دي على فكره بالمناسبه واحده من اهم مميزات اندرويد اللي مستخدمين الايفون مش واخدينها. طبعا تطبيقات جوجل موجوده على الايفون، ولكن مش هتديك نفس التجربه يعني بتاعت تطبيقات جوجل على اندرويد. اه فانتوا مفتقدين ذكاء جوجل الحقيقه. ماشي، باك تو توبيك بقى. وده رساله اللي بيقول لك خدمات جوجل مش مهمه. مهم. عندك يلا ايه بقى تاني عندك ايه تاني نتكلم فيه في الساعات؟ في الساعات، يعني من التجارب اللطيفة مثلا اللي أنا مريت بيها، المكالمات كانت لطيفة. إيه، الردود التلقائية أو السريعة كانت تجربة برضه لطيفة جدا. على فكرة فكرة شفتها. الردود السريعة، يعني هي مش فكرة إن أنت هتستخدمها إنك تعمل كونفرسيشن كاملة من خلال الساعة بس، هتريحك إنك تطلع موبايل. السمارت ووتش الهدف منها، أو يعني لو حبينا نعتبرها ليها هدف، لما تبقى هي ضرورية بالنسبة لك، فهي ضروريتها تكمن في إن أنت هتقلل استعمالك للموبايل في حالات كتير. لو أنت سايق عربية فأنت أسهل لك إيه؟ تحط الموبايل جنبك على التابلو مثلا، الحامل بتاعه، عشان تشوف الخريطة، ولا تبقى الخريطة قدامك على الدركسيون، على معصمك حرفيا. أسهل لك إنها تكون قدامك على الدركسيون حتى لو كانت أصغر شوية، بس أنت شايف الراوتينج بتاعك ماشي إزاي. أسهل لك إنك تتعامل مع الساعة بتاعتك من خلال انك تتكلم معاها وتقول لها اعملي لي كذا، او قولي لي الويذر بتاعي، او مش عارف ايه اون يور هاند مره واحده، ولا انك تمسك موبايلك تفتحه تشوف الويذر، يجي لك نوتيفيكيشن من فيسبوك ديستراكتنج، تفضل تقعد على الفيسبوك شويه، تتاخر عن الشغل، يتخصم منك نص يوم.
لا. انت شايف الساعه، كنت لسه اسالك السؤال ده. الساعه في ناس ممكن تقول لك ده حاجه مشتته قوي، ده انا هزود حاجه جديده مشتته. هل شايف الساعه مشتته ولا بتقلل التشتت بتاع الموبايل؟ خليك تقلل استعمالك للموبايل. هي انا في اتفق حاجات معاك. يعني كتير. مثلا فكره الرد دي، يعني ساعات حد بعت لي رساله ماسنجر مثلا، نخش ارد عليه ماشي، فتخش في رساله تانية، في واحد تاني، في واحد تالت، في شات، في ساعتين ثلاثه، تطلع منها على الواتساب، تخش في 7 شتات تانيين. انما فكره لو انت هترد على رساله سريعه كده من حاجه اصلا مش هتفتح لك حاجه تانية لطيفه برضه ممكن. لو انت فعلا السمارت واتش هي هتقلل استعمالك للموبايل. انت قاعد في الشغل بتاعك هترد على نوتيفيكيشن، على رساله جايه لك على تليجرام، انت هترد على رساله بس، مش هتمسك الموبايل وتشوف نوتيفيكيشن فيسبوك فلان بوستد ان جروب مش عارف ايه، فلان مم. منشن كومنت. الكلام ده خلاص انت مش هتعرف تشوفه من الساعه، بس انت هتعرف ترد على الرساله اللي هو البيربس الاساسي، الهدف الاساسي من تطليعك للموبايل. مم. رد على الرساله مم. خلاص، رجع الموبايل جيبك، رد من مم. الساعه، كمل شغلك بس. you won't get distracted. جامد. البيمنتس it will be more secure than، او مش more secure قوي بس هي اسرع. security بس اسرع. هي خد انت بالك، واقف. خد بالك برضو البيمنت عامه هي سكيور، مور سكيور فعلا. لان انت هتبقى محتاج اوثنتيكيشن سيبك من الساعه بقى، اظن دي مش موجوده في الساعه ولا ايه؟ الاوثنتيكيشن دي موجوده في الساعه ولا؟ في authentication في الساعه، بس it must be on your list to pay يعني. اه. ولو على الموبايل برضو هتبقى اوثنتيكيشن اما بالبصمه او بالفيس اي دي بس لو في حد قابلك. البايومتركس عموما يعني. فهي هي طبعا هتبقى فيها امان. محدش هيقلب الارقام بتاعتك، اللي هي مثلا لو تدي حد البطاقه مش هيعرف الشخص ده، مش هيعرف ياخد اي ارقام منها. ان هو مش هيشوف الرقم السري اللي ورا، مش هيشوف حاجه، انت بس انت اللي بتعرف كل ده كده يعني. بالظبط. انت واحد بتتمرن، بتراقب وزنك مش عارف ايه، بتراقب الان بودي بتاعك، حاجه زي الجلاكسي مم. بوت 4 واتش 5 مم. هيساعدوك جدا. بدل ما تقف على ميزان ان بودي وتدفع لك مثلا مم. 50 60 جنيه انت ليك عندك في الكام. عندك معرفه بحوار الاي سي جي بتاع ابل ده؟ تقريبا سامسونج ضافتها برضو. هنتكلم فيه اوكي. بس مثلا حوار الان بودي ده حلو جدا، انا جربت الان بودي بتاع سامسونج، كان اكيوريت بطريقه غريبه. امبادي في الفكره ساعه انت ولا امبادي؟ بودي الساعه، انت بتحط صباعك الاثنين على الزراير وتقول له انت وزنك كام. يعني انا بسجل وزني وبعد كده بحط صوابعي الاثنين، فهو بيمرر المفروض اشاره كهربائيه صغيره ما بتحسش بيها، بيقول لك انت السكيلتون بتاعك كذا في المية، الماء الماسلز كذا في المية، الفات كذا في المية. قارنتها قارنتها بميزان بجهاز. انبادي، قارنتها بميزان انبادي اللي هو موجود في الجيم، الجهاز الكبير اللي تمسك الارم بتاعه ترفعها دي. it was accurate. تقريبا كانت نفس النتيجة، الفرق كان بسيط، الفرق كان جزء من 10%. جامد. فكان ممتاز. غريب، غريب جدا. مم. حوار اي سي جي، فكرة اي سي جي نفس الفكرة، ان هو بيمرر اشارة كهربية بس بيستخدم سنسور مختلف. في الاي سي جي بيستخدم الهارت ريت سنسور، يسجل انت مثلا لمده، انا مش عارف رسم القلب في المستشفيات عامل ازاي، لكن هما بيسيموليت نفس العمليه على الساعه. هو رسم القلب، انت اللي هو اللي بتبقى الجهاز اللي بيقعد يحط لك حاجات كتير كده في زي في حاجات كتير بتقعد تتحط كده في اجزاء مختلفه من الصدر. هو بيقرا السرعه بتاعت الدم نفسها، النبضات، وبس بيشوف توصيليه الدم تقريبا للكهرباء، حاجه زي كده، انا مش عارف التفاصيل بتاعتها قوي. ومثلا انت الدقيقه ديت معدل نبضاتك اختلف من 108 ل 110 ل 120 ل 105 ل 103، بيقول لك انت فعلا رسم القلب بتاعك كذا، وروح قارنه بالمستشفى هتلاقي ان انت رسم القلب بتاعك شبه اكيوريت اللي طالع لك من الساعه. it won't give you the real state، يعني مش هيقول لك انت حالتك فعلا كذا، بس هيقول لك خلي بالك انت في مشكله، او خلي بالك انت سليم، او مبروك مش خلي بالك. ف فعلا هو الحوار اس جي حلو ومفيد. not very accurate. ما هو عموما ما حدش يعتمد على الساعات الذكيه او السمارت باندز او حتى الفيتنس واتشز ان هو يقول ده انا صحتي كذا. لا، هي هتقول لك انت كويس او في مشكله. ما لكن زي ما هم بيبقوا مديك تنبيه قبل ما تستخدم اي حاجه من الحاجات دي، ان الحاجات دي مش مقصود بيها ان انت تدايجنوز او تشخص نفسك بحاجه، هو الدكتور لكنها هيبص مجرد على علامه. بتاعك،
الدكتور يبص على اللوج بتاعك بتاع الواتش والباند يقول احنا فعلا محتاجين نعمل تشيك على حاجه، لان الداتا ديت مش مبشره قوي. يعمل تشيك، انت فعلا عندك مشكله في كذا، لا انت ما عندكش مشكله، هي الداتا نوت اكيوريت، بس انت ستيل في السيف زون، بس خلي بالك شويه الفتره الجايه. فده اللي بتعمله الساعه. انت مش هتدايجنوز نفسك فعلا، انت تاخد انديكيتورز لا اكتر ولا اقل. مين تاني؟ طبعا الاي سي جي في سامسونج مش متاح في مصر للاسف، مش عارف قافلينه في مصر. ريجن لوك برضه غريبه هم يعني. قافلين كذا حاجه عشان هي مرتبطه تقريبا بمنظومه صحيه يعني هي لازم مرتبطه يتربط بمؤسسه صحيه يعني. فده المفروض يبقى اتفاق مع وزاره الصحه هنا في مصر مثلا، الاي سي بالظبط. جي. اي هوب ان هم يفتحوه يعني، it will be helpful. هو برضه تقريبا البلاد بريشر بتاع سامسونج ده برضه مش شغال في مصر، هو كده غير كده بطرق يعني، غير نوت بطرق يعني اكيوريت قوي يعني. متاكد في قوي. طرق في طرق انك تغير الريجن بتاعت الموبايل نفسها بتساعد يعني، وريجن الساعه في نفسها، طرق. بس مش عارف ازاي يعني. الساعه ما اعرفش ازاي الموبايل تغير سي اس سي وخلاص، ما علينا يعني. كان في طرق هتلاقيها لو حد يعني جاب الساعه وحب يجرب يسرش على يوتيوب هيلاقيها يعني. نقول له خياط يجرب في الواتش فول، او يبعتها لي اجرب انا. هو خيارات اصلا مش معاه جوجل ولا معاه سامسونج؟ خياط معاه واتش فول كلاسيك. اللي هي سامسونج صح؟ سامسونج. جوجل ما فيهاش مش غير كان واتش جايب واحده. مش كان جاب جوجل ولا كانت ايه الاخيره؟ لا هو، لا جاب ولا كان ريفيو الشاومي. بس؟ لا ريفيو ايه، لا هو معاه الجالاكسي واتش فول فعلا. كان قبلها الجالاكسي وات سوري، المي واتش بتاعت شاومي، وكان بيصيح بسببها كتير. سوري يا خياط فضحتك، بس هي فعلا يبقى كانت تجربه سيئه جدا. كانت تجربه سيئه جدا يعني. انا عشت مع الصياح، كانت تجربه سيئه. طيب بقى، خلينا ناخد الحوار لان انت ترتب تجربه الشركات المختلفه. زي ما قلنا من شويه ان الساعه بتعتمد على هي فكره الساعه نفسها كهاردوير، لكن جزء كبير منها السوفت وير وكمان التطبيق اللي مرتبط بيه الساعه على الموبايل. ده بيعمل فرق كبير زي ما كنا قعدنا نرفع قبعه سامسونج هيلز. انا بالنسبه لي لو هرتب، انا تجربتي الاساسيه كانت اونر باند 5 قبل كده، وبعد كده اللي هو استخدام شخصي يعني، واستخدمت الشاومي تقريبا للباند 4، وبعد كده واستخدمت الاونر. كان في اونر استخدمتها اللي هي ساعة بس مش ساعة قوي، مش فاكر اسمها ايه، بس ما استخدمناش كتير. الواتش فيت، او كانت واتش اي اس او جي اس، حاجه زي كده. حاجة كده اي اس، حاجة اي اس، واتش اي هي اس. كانت نفس الواتش فيت بتاعت اونر بتاعت هواوي، بس ميد فور اونر، انا فاكرها. ايوه ايوه، هي الواتش اي اس، بس ما استخدمتش كتير. وبعد كده اخيرا الاكتف 2 بتاعت سامسونج. فاحب اقول طبعا ان منظومة سامسونج هي فوق. طبعا هتلاقي ابل زيها برضو شويه، ولكن انا اظن ان سامسونج فوق برضو يعني. من الحاجات يعني سامسونج وابل هتلاقيهم فوق، هما الاثنين في المنظومه ابل دي. قويه بسبب التعاونات اللي مع ابل. التعاونات بتاعتها اتقل بكتير من سامسونج عشان هي قويه حقيقي. لوحدها. بس كان خلينا برضو فكره انه آه، هي سامسونج عشان الناس اللي معاها اندرويد، واحنا هنا اندرويد الغالب يعني، هيبقى افضل ان هي تشتري حاجه اندرويد يعني، مش ابل ووتش او مش الحاجات كده اللي كده هي مش هتعرف الابل تستخدمها. واتش لازم ايفون. ابل واتش يبقى عن بالظبط. ايفون بس. وبالمناسبه برضو الساعات التانية لو انت معاك ايفون ما بتبقاش حلوه زي ما انت معاك اندرويد يعني. زي ما قلت لك الجالاكسي واتش، سامسونج هنا مش قد الجالاكسي كده واتش على ايفون. هي الاكتف 2 شغاله مع الايفون شغاله عادي. تمام. هو الواتش 4 والواتش 5 ما بيشتغلوش مع الايفون اصلا. يا راجل هو شغال هنا، بتجيب نوتيفيكيشنز، مش عارف ما بتجيبش تقريبا الابلكيشن، ما اقدرش، مش عارف ما اقدرش اقضيتها منه باين حاجه كده. يعني في حاجه هو يعني الابلكيشن بيبقى اسوء على الايفون يعني. انا شفت السامسونج هيلث مم. والجالاكسي ويرابلز على الايفون سيء جدا بصراحه. مم. بس لكن تقدر تعمل اغلب الحاجات التانية يعني. انت كده كده واتش 4 مثلا ما بتشتغلش على الايفون مم. فيما فوق يعني. كل وير او اس سمارت واتشز بتوع سامسونج ما بيشتغلوش. باي ذا واي، عموما هي يعني ساعات الوير او اس مش سامسونج وجوجل بس، في تيك واتش وفوسل الساعات كويسه. في اوبو حتى ساعات كانت تانية عملت. اوبو كانت عملت واحده اوبو ومش منهاش تاني. بس كانت في البطاريه موتو بتاعتها سي ضايعه 60. خالص. كل الوير او اس بتاعتهم ضايعه. بس دي اظن انا فاكر ان دي كانت ضايعه اكتر من الباقي. الاوبو كانت ضايعه قوي. سوري. ممكن.
في في موتو 360. احنا ما جبناش سيره فيتبت خالص. هي فيتبت تعتبر ايه؟ هي فيكس سمارت واتش، بس هي more focused on health، لأن فيتبت ليها السيستم الصحي بتاعها لوحده، وده مم. كبير هي قوي. اصلا من الرائدين في حته الفتنس دي she's a fit يعني. it's fitness smart watch يعني أكتر ما fitness عملوش watch. هم خالص اي حاجه سمارت ووتش كامله. لا هم بيستخدموا السوفت وير بتاعهم، والسوفت وير بتاعهم بس على هم فكرة موزن. مؤخرا في اللي هو الجوجل واتش دي، هم بس ايه عملوا تعاون كده مع فيتبت، اللي هو ترتبط بالنظام المنظومه جوجل بتاعتها يعني. واتش ممكن تقول إن جوجل واتش هي فيت بت with wear OS. مم. حتى الجوجل واتش الكومبانيون اب بتاعها أو مم. الهيلث اب اللي هي بتسينك عليه هو فيت بت مش جوجل فيت. ما هو ده كان التعاون. which is weird. جوجل انت بصيت عليه او جربت حاجه من فيتبت دي؟ جربت المنظومه يعني؟ للأسف بصيت على دي الابلكيشن برضو مشكله عندنا شويه، ما جربناش. بس اظن ان هي هتبقى جامده في للهيلث يعني. تفتكر هي ولا سامسونج هيلث بقى؟ اظن هي، صح ولا ايه؟ انا ما جربتش لا يعني، بس ما اكيد هتبقى ريتنج. فيتبت يعني. انا شفت الريتنجز فيت بت مم. مشهوره يعني بقالها كتير قوي. فيت بت موجوده من قبل سامسونج هيلث، اه الابلكيشن اتطور اه في مم. حاجات اكتر بكتير. في هذا بيد سبسكريبشن اصلا. هو انا اظن، انا فاكر على ما اتذكر ان اصلا الفيتبت البندات بتاعتها اصلا موجوده من قبل ما فكره البندات ال- اه كانت هي اول الشركات حاجه، اه. اول شركه بدات كانت فيت بت. مم. انت عندك برضه يعني في جارمن براند كويس، والسمارت واتشز بتوعه مش ويل او اس لكن مور ذان سمارت يعني. لا و عامة، لو حد يعني مركز قوي على الرياضة، ومش هيجيب حاجة من بره مصر يعني. فيتبت مش موجودة في مصر قوي، بس لو حب يجيب يعني، فيتبت من المنظومات القوية جدا في ان هو ده الرياضة بس. 3 براندز للرياضه: فيت بت وجارمن ووب. ووب ديت اللي كان محمد صلاح لابسها. مم. بس اللي هتلاقيهم أكتر منتشرين هم جارمن وفيت بت، وأعتقد في جارمن في مصر على أمازون كانت ظهرت مرة واختفت، بس مش مم. متأكد من الموضوع ده. ما بلاقيهاش دلوقتي. مم. وجارمن مش غالية فشخ على فكرة يعني. أعتقد في رينج ال $300 أو $400 أغلى حاجة عندها كمان. مم. فير قوي. فيت بت موجودة في مصر يعني على أمازون، بس غالية فوق 5000 و 6000 جنيه. مم. فكنتش آه، عامة كلهم في منظومات بيقدموا. شركات الموبايلات، م? بالنسبة لي شايف في منظومات شركات الموبايلات عامة، آه. شايف سامسونج، هواوي، وبعد كده شاومي، وبعد كده الباقي. انت شايف تحط ايه؟ أعتقد إن هقول نفس الترتيب. هواوي مم. سوري سامسونج طبعا أون توب بفرق كبير. بعد مم. كده هواوي بتقدم ساعات كويسة جدا، بس هواوي مش اونر. مم. هما الاتنين نفس يعني، هما بيقدموا حاجات متشابهة، بس مشكلة اونر إن السوفت وير بيكون ناقص شوية. مم. ماشي. وبعد كده ممكن نحط شاومي، بس أنا مم. هحط اونر نفسها قبل شاومي، لأن مم. الكومبانيون اب بتاع شاومي اللي هو شاومي وير حلو، بس الالجوريزمز بتاعته سيئة جدا. حاجة زي السليب ديتكشن، ما فيش ناب ديتكشن خالص. مم. وعشان يديتكت انك نمت لازم تنام بالليل. مم. من احد مشاكل الخياطة ان هو مثلا طبق ونام الساعة 10 الصبح، فده مم. كده الساعة بالنسبة لي انت ما نمتش ولا حاجة، لا انت لسه صح. مش هحسب لك طب انا يا باشا. طب سجلها كناب، لا انا ما اعرفش يعني ايه ناب اصلا. مم. كان الموضوع سيء جدا. مم. اونر على العكس، مثلا اونر وهواوي مم. مثلا كان بيديتكت الناب نفسها. يعني انا في ليا نابس كانت على الكرسي ده بنام على الكرسي اوقات، فكان بيسجل لي فعلا انت نمت على الكرسي، نمت في مكانك لمدة تلت ساعة، مم. وهكذا. كان جامد. ذكي قوي، رغم ان مم. الالجوريزم بتاعها انه انت لو نمت اقل من ساعتين فانت كده بالنسبة لي نام، مش نوم حقيقي. which is not مم. very accurate، لان في ناس بتنام ساعتين مثلا او اقل من ساعتين كفول مم. سليب، مم. which is not healthy. محدش يعملها يا مم. شباب، الموضوع ده غير صحي، بس ده مم. الحقيقة. مم. سامسونج، هواوي، اونر، شاومي. بعد كده باقي البراندات العشوائية الأخرى. برضه عشان الناس تبقى في الصورة يعني، المنظومة اللي انا بتكلم عليها هي فكرة الساعة نفسها كهاردوير، لكن هتزود عليها السوفت وير بتاع الساعة والالجوريزمز اللي بتحصل والمميزات والكلام ده
بلس التطبيق اللي بتربطه على الموبايل، والتطبيق ده هو قادر يعمل ايه ويتربط بقى مع ايه. يعني التطبيقات اللي هي بتعرف توصلها بخدمات تانية زي سامسونج هيلث، فكرة انت بتربطه مع ماي فيتنس بال وبتربط مع حاجات تانية كتير غير ماي فيتنس بال، يعني تقدر تستخدم خدمات كتير. ده بيبقى جامد، بيديك اريحية وطرق مختلفة ان انت تستخدم الساعة بشكل جامد. هواوي كانت مش عارف، كان في فترة الهواوي هيلث بي بيسync مع جوجل فات، وبيسync مع ماي فيتنس بال وكذا حاجة تانية، بس بعد كده تقريبا اتشالت الحاجات دي، مبقتش موجودة، صح؟ مفيش أي داتا سينكرونايزيشن ما بين هواوي وأي أبلكيشن دلوقتي خالص. بس كان موجود قبل كده، مبقاش موجود دلوقتي، دي كان حاجة موجود قبل حزينة كده. يعني. م- سامسونج مثلا بيسينك مع سترافا، لو م. حد جرب سترافا فده من الأبلكيشنز التقيلة جدا في عالم جامدة. الهيلث. م- م- ماي فيتنس بال طبعا أساسي، بس ماي فيتنس م. بال هو اللي بيريكوست إنه يكونكت مع سامسونج، مش م. سامسونج اللي بتريكوست كونكشن معاه. اه. ماي فيتنس بال، لا ماي فيتنس بال كان عظيم فشخ يعني، أنا م. كنت بعتمد عليه جدا. واتس مور ذان انف يعني، لو انت الرياضه بالنسبه لك لايف ستايل، مش هتحتاج اعلى من ماي فيتنس بال اصلا من سامسونج بس عامة ماي صراحة. فيتنس بال الفري فيرجن حتى جامد جدا، انت مش محتاج حتى تدفع. انا ما اشتركتش في برو، ما كانش بيداني غير الاعلانات بس، مش محتاج ادفع. جربت اشترك في الماي فيتنس بال برو. فرق فروقات بسيطة جدا يعني، ما استخدمتهاش يمكن، بس بيديك مثلا، طبعا بيشيل اعلانات ماشي، بس اصلا الاعلانات في ماي فيتنس بال مش مزعجة خالص، مش محتاج اه، تشيلها يعني. انا بكره لكن الاعلانات بس. لكن كمان الميزه اللي بيديك حاجات بسيطه قوي، مثلا بتشوف مش عارف، بس بدل كام في المية بروتين ومش عارف ايه، لا بالجرام ممكن تدخل انت جرام بايدك، مش عارف ايه، حاجات كده يعني، حاجات دقيقه قوي اغلبيه الناس مش هتستخدمها يعني. انا كان عندي تريك بعملها عشان اعكس الموضوع ده، كنت بسجل على سامسونج هيلث انا اكلت ايه، مم. وهو بيبعت لي ماي فيتنس بال. بس هل سامسونج هيلث عنده نفس الداتا بيز بتاعت الماي فيتنس بال في الاكل؟ لا لا لا، الداتا بيس بتاعت ماي فيتنس بال اكبر بكتير. وماي اه. فيتنس ميزته كمان ان هو بيديتكت البرودكت اللي انت اكلته او شربته، يعني انا بروتين بار. اللي هو الباركودز. اه. بقرا الباركود ده وهو يسجل فعلا انت اكلت كذا. في ميزه على الايفون بس في ماي فيتنس بال، بس ما جربتهاش قبل كده، اللي هي تصور الاكل ويحاول هو يعرف مكوناته، بس لسه ما حلو، ده جربتهاش يعني، محتاج بس هي بروسيسنج مكتوب. عالي ده. بس خلاص، بس هم لسه بي لسه بيشغالين فيها يعني. انا فاكر ماي فيتنس بقى، انا كنت بقرا الكيو ار كود بيه، بيقول لي ده البراند ده اسمه كذا، واللي انت شربته ده كام ملي، بيجيبها اكلته ده كام جرام، بيجيبها على طول. والمعلومات بتاعته اهي. مم. كان بيفيدني جدا في الموضوع ده. بالمناسبة لو حد حب يشترك في ماي فيتنس بال، يشترك من موبايل اندرويد مش من ايفون، لانه الفرق كبير جدا في السعر. يعني انا فاكر انا بتشترك سنة على من اندرويد ب 300 جنيه، سنة على ايفون ب 900 جنيه. فرق يا نهار ابيض. فرق كبير جدا ما بين الاثنين يعني. انا ما اعرفش ليه الفكره دي، على فكره ده مش ماي فيتنس بال بس، بالمناسبه ده في تطبيقات كتير جدا الاشتراك بتاعها على الايفون اغلى بكتير من الاندرويد. جايب لك موبايل اندرويد صغير يا مستخدم الايفون عشان تشتري منه الخدمات اللي انت عاوزها. فضلنا عليهم، احنا بنتفضل عليهم. بالظبط. سامع كيلو. تحب تضيف حاجه اخيره؟ عندك نقاط تانية ممكن نتكلم فيها، او حاجه اخيره نختم بيها؟ لا، ممكن كل أولوية يعني سمارت ووتشز زي ما قلت إن هي رفاهية ضرورية، قبل ما تشتريها فهي رفاهية، لو أنت محتاجها فعلا فكر بشكل كبير. يعني هي نصيحة اقتصادية شوية، إحنا شايفين الأسعار مش أحسن حاجة، فأنت قبل ما تيجي م- تشتري حاجة زي دي أنت بتتكلم عن منتج عشان تشتري سمارت ووتش حقيقة. فأنا طالما هتدفع فوق 3000 جنيه، ما تروحش لأي براند ما بيقدمش سمارت ووتش حقيقة، روح جالاكسي ووتش، روح أبل ووتش، روح الحاجة الحقيقية، ما تروحش البراندات تانية. م- بس انت تدفع جامد. م- فهل انت هتستعملها فعلا؟ لو م. هتستعملها فعلا دود. لو انت شايف ان هي لذات من رفاهية وعندك أولوية تانية تصرف فيها، فخليك في الأولوية التانية، هي ذات رفاهية، لأنك بمجرد ما تلبسها انت هتعاني من غيرها. دي حقيقة. انا أنا دلوقتي
ممكن اضيف على كلام في النقطه دي، ان انت لو لسه هتبدا ممكن تجرب الباندز الاول قبل ما تخش على الساعات، يعني لو عشان تشوف هي اصلا انت هتعتمد عليها ولا لا يعني. بالذات يعني انت لو هتشتري مثلا ساعه سامسونج جرب باند سامسونج، لو هتشتري ساعه شاومي جرب باند شاومي عشان تشوف المنظومه بتاعت اللي انت داخل عليها يعني. فهو انت مجرد ما تلبسها انت مش هتعرف تقلعها، هتحس ان في حاجه ناقصه منك. مجرد ما تقلعها هتحس ان انت محتاج شويه الحاجات الخفيفه اللي انت كنت بتعملها من على معصمك دي، انت هتفتقد الحاجات دي. انا لحد دلوقتي انا مثلا مش لابس الساعه، فانا مفتقد فكره ان انا بشوف الوزر من الساعه، الميوزك كنترول، المكالمات، حتى فيها حتى الفلاش لايت. الحاجات دي انا محتاج النوتيفيكيشنز دي عامله لي ازمه. ف don't buy it unless you will use it. يعني فعلا انت خلاص لبستها، خلاص انت لبستها بقى عمرك. you literally لبستها. بس ده جميل. وده اظن ان البودكاست ده واحد من الحلقات القويه اللي الى حد كبير يعني عرفنا ان احنا نستيك تو ذا بوينت. يعني خرجنا شويه بس كان قليل يعني، اوكي. وقلنا اظن نقط كتير كويسه. فيعني لو لسه انت متابعنا لحد دلوقتي تنساش تعمل لايك. لو انت بتسمع مثلا على سبوتيفاي او على ابل بودكاست اظن في ريتنج او كومنتس، ممكن تسيب لنا ريتنج او كومنتس على الحلقات برضو، بيفيد وبيزق البودكاست فوق. بس هتلاقي كمان ممكن نسيب لك روابط الوصول لأعمال محمود على تحت في الديسكريبشن، ايا كان انت بتبص عليه فين، على يوتيوب او اي حته هتلاقيه تحت في الديسكريبشن برضو. وبس، يلا سلام، قول لهم سلام برضو. لا يا شباب.